النائب المعارض المشاكس المشاغب دائما طلعت السادات ما كانش من الساكتين او الصامتين طول الوقت اللي فات، ويمكن ما طاله كثير لانه كان دائما يرفع صوته واحيانا اشياء اخرى داخل المجلس وخارجه اعتراضا على اوضاع كثيره. مساء الخير يا ست النائب. مساء السعاده. احنا سعداء ان اخيرا بنستقبلك، وكنت من الناس اللي ما بيخشوش عندنا. انت وقتها كان ليكي ناس انا اللي ليا ناس والله يا ريت. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اولا خليني اسالك، انت شايف الاحوال ازاي؟ يعني لما بصيت على الثوره كنت متخيل ان ممكن تحدث هذه الاشياء؟ كنت شايف ان الاحداث هتؤدي لهذه النتائج ولا لا؟ بدايه اسمي بسم الله واصلي واسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين. طيب. النهارده مولد النبي، ولنا في سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه. ف يعني انا شايف في ناس بتحتفل بالفالنتاين دي. ما لناش دعوه بالفالنتاين بقى، خلينا في السياسه. وشايف ان يعني ان احنا لو في شويه سياسه ده اول فالنتاين بعد الثوره الحقيقه. كنا احتفلنا بالمولد النبوي واتخذنا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه. طبعا. وكل واحد فينا يراجع نفسه. وكل واحد فينا فكر النظام ما راجعش نفسه في وقت من الاوقات. النظام؟ مين في النظام؟ يعني الرئيس ومن حول الرئيس حبيب العدلي، يعني كل القائمين على النظام عندما كانوا يرون كل هذه المشاكل وتصاعد المظاهرات اللي كانت ابتدى بقاله سنه ولا حاجه في مظاهرات، عمرهم ما وقفوا وقفه مع نفسهم يراجعوا نفسهم؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: والذين نسوا الله فانساهم انفسهم. الناس دي نسيت نفسها. فعشان نسيوا ربنا سبحانه وتعالى نسيوا نفسهم، وبالتالي نسيوا الشعب. يعني دي حاجه يعني. ده حاجه طبيعيه يعني. لكن هو سؤال حضرتك في الاول بتقولي لي هل انت في لحظه فكرت ان اللي حصل ده ممكن يحصل؟ طبعا الاجابه القاطعه انه لنا ولا في حد ولا اي حد فينا في مصر ولا بره مصر كان يتخيل ان ممكن في 73 الجيش المصري يعبر قناة السويس. هكذا ثورة 25 يناير. يعني بتشبهها بعبور الجيش المصري في 6 طبعا اكتوبر؟ عبور الشباب. واللي عبر برضه في 73 هم الشباب وهم الرجاله. بس المرة دي فرقت ايه الثورة؟ ان اللي عبر الشباب، بنات وصبيان. ده حقيقي. وبذلك كسروا الحاجز اللي كانت بتتمتع به بنات سنة ثورة 19. كان المشاركة في المرأة. ثورة 25 يناير حقيقة البنت المصرية، وانا عهدي بيها كده يعني، ورأيي فيها كده مش هيتغير يعني، انها في المواقف راجل جدع قوي قوي. بمناسبة الحديث عن العبور بقى، لو كان رئيس رحلة السادات هو من في هذا الموقف، ما تحصلش. كان هيسيب الامور تحصل كده؟ لا 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 لا، اسمحي لي يعني ما تحصلش. ليه؟ يعني ده السادات، ده انور السادات. ده ابن الطينه، ده ابن الناس الغلابه. ده اللي عارف ان الكفن ملوش جيوب. بس هو في احداث سبتمبر 81 قبض برضو على 1500 من المعارضين وزج بهم الى السجون. ومال عشان ارجع بقيه سينا ما يمنعش انه يقعدوا شهرين على ذمه المدعي الاشتراكي. وكان في ناس بيجي لها الديوك الرومي والخرفان. الاستاذ محمد حسين الهيكل مثلا ما كانش بيشرب الا ميه معدنيه، والاكل بيجي ما اعرفش من فندق ايه. يعني كان في ناس رايقه. بس البعض قال ان هي دي كانت القشه التي قسمت ظهر البعير وادت الى اغتيال السادات. لا 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 لا, لا 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 لا، السادات كان مترتب له. السادات كان مترتب له. وبعدين الترتيبه بتاع السادات دي هم قالوا ان دي يعني من الاسباب، لكن لا زي موت المشير بدوي. ما ده كان تحضير برضه. هي كان في عمليه تحضيريه. نعم. عشان خاطر نوصل ل 6 اكتوبر 81 ووصلنا لها. بس دي مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ماذا اسقط هذا النظام؟ ايه العوامل يعني اللي ادت واحده ورا الثانيه ورا الثالثه؟ الظلم وحش. الظلم. وبعدين الشباب تعب والشعب تعب والناس تعبت. والناس اللي حوالين الرئيس مبارك ما كانش فيه امانه.
الرئيس مبارك رجل عسكري طراز فريد. وانا سمعت الكلمه دي من الرئيس انور، كان بيتباهى ان في 6 اكتوبر 81 في الحرب القوات الجويه طلع 220 طياره. انا بقول كلام سمعته من انور السادات على المصطبه في البلد في ميت ابو الكوم. كان بيبص لربنا كده وهو بيحكي لنا بيقول 220 طياره، كان فخور قوي. عشان كده انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش من الناس اللي بتقلب وشها، لا ماليش في الكلام ده. احنا ناس فلاحين نعرف الاصول وباعتباري راجل قانون كنت شرس لما كنت في المجلس، لما كان في مجلس. في عز السلطه، لا انا يعني في عز مشاغب، لا انا الوجود. مشاغب ولا بتاع مشاكل ولا انا بشتم حد. انا مشكلتي ان انا بقول الحق، هي دي المشكله. وقلت الحق في شخصين. فانا عاوز اقول اكمل بالنسبه اتفضل. للرئيس مبارك. اتفضل. فبالنسبه للرئيس مبارك رغم كل ما قيل، رغم كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه يمين وشمال وفلوس هنا وبتاع هنا، دي القوات المسلحه المؤسسه العسكريه من خلال عمليه التطهير اللي هتقوم بيها الفلوس هترجع والناس هتتحاسب. لكن انا يهمني جزئيه، ان كان الرئيس مبارك بعافيه صحيح ده زي ما بنسمع، ربنا يشفيه ويعفى عنه. إلا قدر الله والأمر بيد والله انت الله، جميل. وكل نفس ذائقة الموت، مفيش فيها هزار. الراجل ده عمل شغل في 73 على الأقل، له حق علينا، ومش عاوز حد يشمت ولا حد يقول لا، كلمة. ده اوحش حاجه حكايه الشماته دي. اوعى حد من شعب مصر يقول كلمة عشان عيب، وبعدين نتحاسب، مش حكاية. لكن الراجل ده ياخد حقه ومصر تاخد حقها والقوات المسلحة، عشان برضو ما ننساش ان الرئيس مبارك ابن، يعتبر برضو ابن بكر. ابن المؤسسه العسكريه. بكر، مش من العيال الصغيرة، لا ده بكر. برضو ياخد حقه، واحنا ناخد حقنا والعسكرية المصرية تاخد حقها، وما نشمتش حد فينا ابدا، والفلوس هترجع. هي هتروح فين؟ طب انت دلوقتي شايف ان مين اللي كانوا اسوأ مستشاري الرئيس في الفتره الاخيره؟ يعني من تسبب في شوفي، انا قبل كده قلت ان ابليس واولاده منورين جمهوريه مصر العربيه وقاعدين عندنا بقالهم مده. فابليس واولاده هم عملوا كل البلاوي اللي احنا فيها دي، واكبر خطا، اكبر خطا مننا احنا كشعب ان احنا قبلنا. ان احنا قبلنا، استخف قومه فقطعوه. طيب شوف خليني القرآن اسالك الكريم بقى قال كده. بالاسامي، بما ان انت مش عايز تطرح انا هسالك بالاسامي. وكانت لديك خلافات كثيره مع بعض هؤلاء، ليه اختلفت مع اللواء حبيب العدلي وزير الداخليه الاسبق؟ الظلم، 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 ظلم مبين، لدرجه ان انا في المجلس قلت لهم وعلى الملأ قلت لهم ده غشيم ومتعافي. قلت لهم كده، حتى اللي هو احمد ضيا تلميذه اللي هو محافظ المنيا دلوقتي وحبيبه قال لي والنبي ما تقولهاش تاني. قلت له لا اقولها، حتى في البرنامج مع عمرو اديب قلت له، قال لي لا والنبي ما تقولش. قلت له ايه اللي ما اقولش؟ اللي بقوله في المجلس هو اللي اقوله قدام التلفزيون، هو اللي اقوله في اي مكان. يعني فيما ظلمك؟ ظلم الناس. انا معايا جايب يجي 90 طلب احاطه واستجواب انا قدمتهم له في المجلس، منهم حاجه تضحك يعني، اضحكك يعني واضحك الساده المشاهدين. كان في معتقلين كتير وكان متاخد من عندي من 3 ناس افاضل. متاخدين ليه؟ اهو خدوهم. اللي يقول لك اخوان، اللي يقول لك تنظيم جهاد، وهم ناس ما لهمش في المشاكل. بعت له طلب احاطه، قلت له قول لي والنبي عندك كم معتقل؟ دي فيها حاجه؟ ان انا اسال مجلس الشعبي بيسال وزير الداخليه قول عندك كم معتقل؟ رقم، عايزين نعرف رقم. يقوم يرد عليا يقول لي ما اعرفش. ما اعرفش. ما اعرفش عندي كم كويس انه كان معتقل. بيرد اساسا وما كانش بيجي لا ما هو لما ما كانش بيرد كنت انا برد عليه برضه. بس هو ما كانش بيجي المجلس. ما هو الدكتور لم يكن فتحي وزير الداخليه المصري يحضر اي استجواب. الدكتور فتحي امكانياته ما كانتش تسمح الصراحه يعني. يعني ايه امكانياته ما كانتش تسمح؟ ما يقدرش يجيبه، ما يقدرش عليه. دي حاجه عاديه يعني ومعروفه. حتى في مره من المرات طلع الدكتور فتحي وقال لك لازم هيجي الاسبوع الجاي وهيتسال هنا، وحياتك ولا شفناه ولا جه. اظن هو سامعني دلوقتي ويعني عارف اللي انا بقوله، واعضاء المجلس اللي كانوا معانا قبل كده عارفين الكلام ده. انتقم منك؟ هددك؟ حبيب العدلي؟ طب ما هو اللي خدني من عند عمرو. ايوه.
ما هو اللي خدنا كانت من عند محاكمه عمرو، عسكريه بس يعني. وهم اللي كتبوا التقرير وقال لك اهان القوات المسلحه بالقول والإيماء. الإماءة، شفت والإماءة دي؟ دي أهم من القول. انا هعمل لك انا كده بقى، اشوف عمرو هيعلق على دي يقول عليا ايه، اقصد من وراها ايه. مين إبليس وولاده؟ قول لي 5 أشخاص. اللي قول لي 5، يعني قول لي عن إبليس وأبنائه. اصل من الناحيه التشريعيه الدكتور فتحي سرور قنن له اللي هو عاوزه. دكتور فتحي سرور. الحزب كان كمال الشاذلي الله يرحمه وصفوت الشريف، هم اللي كانوا ماشيين. ثم بعد كده الاخ احمد عز وجمال مبارك، ادي ال5 اللي انت عاوزاهم. طب حلو قوي، نبتدي واحد واحد ونبتدي من الآخر. جمال مبارك. جمال مبارك يعني انا في يوم من الايام، انا مش عاوز اسيء لحد، لكن ما تخلينا نتكلم عن بكره. انت هتعودي تكلميني عن هكلمك امبارح. عن بكره، بس أنا عايزة أسمع تقييم امبارح مهم جدا. يعني تقييم، احنا كلنا عارفين القصه، واللي خطف واللي خد واللي جري طب جري، يعني يعني هناخد كلمتين على كل واحد، ثم أكلمك عن بكره. يعني انا في تقديري خلينا في بكره احسن. هكلمك في بكره، بس قول لي عن أفيد. جمال مبارك. أفيد. معلش، قول لي عن جمال مبارك. اكلمك على حبيب العدلي. كلمني عن حبيب العدل. حبيب العدلي، انا من خلال البرنامج بخاطب المجلس العسكري الاعلى، بخاطب سياده المشير، لابد من ايداع اللواء حبيب العدلي وزير الداخليه السابق في مكان امين في حوزه القوات المسلحه، خشيه ان يتعرض لعمليه اغتيال. وهيجي تقرير الطب الشرعي يقول لك هبوط حد في الدوره الدمويه. المشير عامر. انا بقول لك اهو، وبقول وبنبه اهو من دلوقتي، اللواء حبيب العدلي لما خرج من وزاره الداخليه ما خرجش فاضي، خارج بشرايط، خارج بمستندات، خارج معاه حاجات ياما. الراجل ده لو ما حكلناش الحكايه مش هنلاقي حد يحكي لنا حاجه. الشعب ده كله هيقعد ولا عارف اي شيء من اللي جرى. المستندات دي كانت على مين يا فندم؟ على البلد بقى كلها. يعني هياخد على مين؟ عليكي مثلا؟ مش عليكي، على الناس الحلوه الكبيره اللي بتحكم البلد، اللي هو كان يقدر يخوفهم. المستندات دي لو ما طلعتش، لو حبيب العدلي ما طلعهاش، لان هو يعني بغض النظر عن ان في خصومه او ان انا زعلان منه او الناس زعلانه منه، هو مش من حقه يدافع عن نفسه؟ حقه مش كده برضه؟ قانونا، وانت محامي وتعرف. خاصه انه بيواجه خيانه عظمى، يعني ما فيهاش هزار، وله شرف عسكري وعنده اولاد، فيحب برضه ان هو يبين امام ابنائه انه مش. وقال في التحقيقات انه والله انا غير ميال للعنف، وده اللي هم المستشارين او الضباط اللي اقل مني رؤساء القطاعات هم اللي قاموا بهذه الاوامر. انا بقول لك جزء من التحقيقات اللي هم هينفوها، بس انا بقول لك. رندا ابو العازم زميلتنا في العربيه. ليها الف سلام. سبقتكم كلكم. طب هايل. وسبقتك. وماله، ما فيش مشكله. طب ما تروحي تعملي حديث مع حبيب العدلي وخليه يقول حق الله ويحكي للناس. وانتوا تلفزيون مصر. هم هيخلونا نعمل انترفيو مع حبيب العدلي؟ ليه لا؟ اذا كانوا خلوها تعمل مع اسمه ايه؟ لا، احمد عز دي قصه ثانيه. ايه قصه ثانيه ولا ثانيه ولا ثالثه؟ اصل الرئيس مبارك قاعد في مصر معزز مكرم. ده قرار شعب، ما يهونش علينا. العمليه مش بسيطه كده يعني، رغم ثوره وكله ماشي، لكن الناس ما تستحملش. انت ما عندكيش فكره لما في اشاعه سارت النهارده ان الرئيس لا قدر الله. نعم. انا شفت ناس بكت. انا امبارح تقابلت مع احد اعضاء الهيئه القضائيه. ف جت سيره الرئيس مبارك، فبيقول لي لو الرئيس لا قدر الله جرى له حاجه انا همشي في الجنازه. هزني. اتهزيت. هو ده مواطن مصري لا خد حاجه من حسني مبارك ولا شافه ولا هيشوف من وراه حاجه. تفتكر لكن هي دي اصاله شعب مصر. هي دي الاصاله. الفلوس انا بقول هترجع. اللي هيبقوا يجوا يعزوا ولا يحضروا الدفنه ممكن نبقى نعطلهم 10 دقايق كده على جنب، يعني اللي واخد حاجه رجعها، مش حكايه يعني. تفتكر حبيب العدلي خان الرئيس مبارك؟ لا، هو متهم بانه خان مصر، مش خان الرئيس مبارك. خان النظام يعني. انا لا خان مصر، ما دي طبعا. عشان كده انا بقول لك الراجل ده من حقه انه يدافع عن نفسه ويرد عن نفسه، وعشان احنا نعرف الحكايه. يعني تفتكر قرار انسحاب الشرطه ده
كان قرار. انت بدل ما تقعدي توجعي قلبك معايا انا انا حرق يعني انت قدمي طلب الصبح وروحي وان شاء الله الصبح. ده انتوا هيخلونا تلفزيون ايوه ان شاء الله. يا ستي يبقى ليك شرف المحاوله. طب هنحاول. ما تقابلي عدل فايد مين هاتيه. قال لك ان احنا ما حاولناش؟ هاتي على الكرسي ده عدل فايد. انا بسالك رايك، انا بسالك رايك. ايه رايي ايه؟ رايك هل ترى ان حبيب العدلي قرار الانسحاب الشرطه ده كان قرار لبث الفوضى واللي هو طب انتوا هتنزلوا الجيش، طب خلوا الجيش ينفعكم؟ انا عندي موكل محبوس في سجن طرة اللي دخل كسر عليهم السجن امن مركزي. لحد اللحظه دي هذا الرجل عنده حاله ذهول من المنظر ومن ضرب النار ومن الخضه اللي شافها. يعني ده كفايه عليه الخضه اللي خدها. ايه الخضه اللي شافها بقى؟ ضرب النار. واحد مالوش في حاجه ابدا، واحد رايح يقعد شهرين ثلاثه وماشي، بيقضي عقوبه وماشي، شاف ضرب نار ما شافوش. ايوه مين اللي فتح عليه وتكسير. السجون يعني؟ الامن المركزي. هو قال كده. قال لك الامن المركزي هو اللي كان بيضرب نار. اصل هم دول هيجيبوا نار منين؟ ده بياكلوا بمعالق بلاستيك مش معالق حديد حتى عشان هيعمل المعلقه مسدس ويرفع عسكري. مفيش كلام من ده. اتغيرت بعد ما خرجت من السجن؟ لا، هو طلعت السادات قبل السجن انا سنه كام؟ 82 ولا لا السجن 2007. الثاني 2007. لا ما انا قدامك اهو. دلوقتي بس في السنوات الاخيره لا ما كانش الاداء نفس الاداء، يعني ما كانش نفس طلعت السادات. لا هو الميكروفون والشغل في المجلس في ايد مين؟ الدكتور فتحي سرور. اعمل حصار خلاص. اتصالحت مع احمد عز؟ انا عمري ما كان في بيني وبينه حاجه. دلوقتي انت كان عندك قولين، مره قلت انا رفعت الجزمه ومره قلت ما رفعتش الجزمه. هو انا رفعت الجزمه عشان خاطر إيه؟ شتم امي مثلا؟ هو ده كلام؟ مش عشان مصنع حديد الدخيله. ايوه انا بسالك انت عملت ايه؟ عشان البورصه اللي وقعت وبيوت الناس اللي اتخربت. وانا ليا مصلحه خاصه؟ هو انا بشتغل في بيزنس؟ انا راجل محامي. انا ماليش لا في بيزنس ولا غير بيزنس، ولا استفدت من ورا حسني مبارك ولا عملت جنيه من ورا حسني مبارك. ما حصلش. وما استفدتش من ورا السادات؟ استفدت من ورا السادات ايه؟ بسالك. اذا كنت انا اتقدمت سنه 82 للمحاكمه بتهمه ان انا افسدت الحياه السياسيه واستغليت الرئيس السادات، رديت عليهم قلت لهم يا جماعه يعني افسدت الحياه السياسيه ازاي وانا ما اشتريتش الجورنان في حياتي؟ يبقى سياسه ايه؟ نمره 2 استغليت الرئيس السادات. انا ما حلتش حاجه، المفروض استغله تلاقي عندي اي حاجه. لكن عشان تلاقيني زي البتاعه دي كده اللي احنا قدامنا دي يبقى استغلت مين؟ امال اشتريت بيت السادات، بيت الرئيس؟ مش انا يا ست، ده اللي كان عندك امبارح هو اللي اشترى. انور. طيب ما انت بتجيبي ناس حلوه. او انت متضايق من اخوك ولا ايه؟ لا اخويا حبيب قلبي. انتوا دلوقتي مين اللي متخانق مع مين؟ انا مش متخانق مع حد. انت بس انا الكبير هتخانق مع مين؟ معلش بس في الانتخابات الاخيره في دايره تلا كان في مشاكل بينكم. مفيش مشاكل. هو كل ما في الامر الدكتور عفت جاب تصديق من الرئيس، من الرئاسه. تصديق على ايه؟ ان هو ينزل انتخابات. ده كان طلب احمد عز ولا كان طلب انا ما اعرفش تفاصيل، لكن اللي انا عرفته هم عفت كلمتين. ما قالولكش؟ لا انا قاعد في البيت في ميت ابو الكوم، اخويا طب عليا الدكتور عفت قال لي يا اخويا انا قدمت في الحزب الوطني وفي تصديق. كلمه واضحه ما فيهاش هزار. تصديق؟ ايوه يعني الراجل مرشح الرئيس مبارك، وهو الرئيس اللي هيرشح ده احمد عز اللي كان بيرشح او الحزب اللي كان بيرشح. الدكتور عفت عشان خاطر يخش الانتخابات عن طريق الحزب الوطني لازم في سلطه اعلى من احمد عز هي اللي تصدق. خاصه انه جه على الكرسي اللي انا قاعد عليه. فلما قلت له طيب حبيبي وماله، يعني انا عارف الدكتور عفت راجل كويس، قلت له طيب انت استاذنت ابوك عشان يجي على البيت لازم يعدي على الطرق. ايوه مش عيب يا ستي. لا انا بسال بس انا ما يعني مش نعرف نفهم. فاحنا متعودين لما نيجي داخلين البلد بنعدي على الطرق نقرا الفاتحه لابويا ولجدي ولستي وللفاميليا اللي نايمه جوه ونقوم رايحين على البيت. اي حد كده لما بتروحي بلدكم مش بتروحي طبعا تقري الفاتحه حتى طبعا. بلاش تروحي تقري يعني ولا تفرقي حاجه. بروح اقري وبروح اقرا فاتحه بس يعني ماشي يا ست النايب. طيب فالراجل قال لي طب ما انت اهو انا بستاذنك اهو. انا عارف ان الانتخابات
مفيش انتخابات. بس انت لاخر لحظه كنا بنكلمك لاخر لحظه، وكان موقفك مش واضح، هتنزل ليه؟ ولا مش هتنزل؟ لا 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 لا, لا، لا. لاخر لحظه ما كان كانش موقفك بقى مش ما واضح. ما كانتش الآية بانت ازاي بقى؟ قدامي. انت قلت لو الحزب الوطني خد عفت انا مش هنزل. يبقى كلامه مظبوط ويبقى التصديق جاي من فوق. طب ما انت ما كنتش عارف، يبقى منين هو جاله تصديق وانت كنت عارف طيب ولا ما مش عارف؟ انا وانا بالنسبه لي، انت فاهم ان انا محتاج دعايه مثلا في تلا؟ انت فاهم ان انا ما اعرفش العيل الصغير؟ وانت لو كنت نزلت تلا انت كنت ما شايف ان انت تعرفيش ان كسبت. العيل الصغير عندنا اول حاجه بينطق طلعت. لا الحقيقه ما اعرفش، ما حدش ها قال لي من تلا الكلام ما ده. تيجي تزورينا. لا بس ما يعني دي معلومه جديده، انت بتنزل لا باسد لا في لا الانتخابات. وماله؟ ايه قصه الاسد دي؟ وماله؟ مش احسن ما في ناس نزلت لا مؤاخذه يعني. بقول لك ايه، مساء الخير. مساء الفل. الانتخابات الاخرانيه اتخانقتوا فيها انتوا اخوات انا ما واتخانقتوا. اتخانقتش مع حد يا ستي. هو الدكتور عفت نازل، انور اخويا نازل اصلا فلاح. الدوله مش قابله انور اخويا، راحوا محولينه فؤاد، جابوه قدام عفت، بقوا الاثنين قصاد بعض. طب وانت ككبير ما حاولتش تتدخل ان انت ما هم يعني قارين تفك؟ فاتحه مع بعض، متفقين مع بعض. هم كانوا قارين فاتحه، ما فيهاش حاجه. عموما الانتخابات باظت والقصه مش كلها باظت باظت، والباطله ده هي البلد وفيلم البلد. كلها كانت انت في مهب شايف الريح. بكره ازاي؟ يعني شايف بكره الدنيا عامله اهو ازاي؟ اهو كده، هو ده الكلام بقى اللي لا احنا يعني هو انا نعمل. الكلام اللي فات كويس برضه. يعني اصل اللي فات ده يعني عدي. معلش، ما احنا اللي عدي، بنحط الانترفيو بقى احنا مش اولاد حضرتك. بكره. المؤسسه العسكريه واخده خطوات كويسه، محدش بيقول حاجه. وحتى انا النهارده شفت اللجنه المشكله لتعديل الدستور، لو اني اتخضيت من كلمه التعديل. انا كنت متوقع ان هيتعمل دستور جديد هياخد من القديم وهيطلع دستور جديد، ووثيقه اصدار هذا الدستور تكون صادره من المجلس العسكري الاعلى بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي. هديه من القوات المسلحه، دستور جديد من القوات المسلحه لشعب مصر، يكون يعني علامه فارقه في تاريخ مصر. فكنت اتمنى انه بدل كلمه تعديل كانت عملت دستور وهي وشويه مواد اللي هيتغيروا، لكن يبقى اسمه دستور جديد والوثيقه تبقى طالعه من القوات المسلحه ويعاد ليها الالفاظ القديمه اللي كانت في الدستور القديم قبل الغائها. هترشح نفسك في الانتخابات القادمه؟ انتخابات ايه؟ ما هو هيبقى في انتخابات تشريعيه، انت يا عارف ستي المجلس خلاص. يا هنا لا دي خلاص، دي كلها شهرين وهيبقى في انتخابات تشريعيه. ليه؟ ازاي؟ مش في مجلس شعب هيبقى جديد؟ مش هو خلاص تم حل مجلسي الشعب والشورى؟ في انتخابات جديده. ايوه لو في انتخابات هترشح نفسك؟ مش الاول احنا نظبط دستور ونظبط قوانين. ما هي الدستور شغال اهو، ما هو هيخلصوا كمان اسبوع ما هو وبيظبطوا القوانين. العجله من الشيطان برضو في امور. ده هو في 6 اشهر كل ده هيخلص. لا ليه؟ لان المجلس العسكري قال كده، 6 اشهر وهيسلم هو السلطه المجلس المدنيه. العسكري مع احترامي وتقديري لما يقعد سنه فيها ايه؟ سؤال، هترشح نفسك في الانتخابات القادمه ايا كانت، كمان شهرين كمان 6 إن كمان كنا سنه، من هترشح اهل نفسك؟ الدنيا ساعتها هترشح نفسك؟ استضيفيني وانا اجي اقول لك. وقضيه الرشوه خلصت؟ هو في اصلا قضيه؟ القضيه ده اللي شغل كانت حبيب موجودة. العدلي. خلصت ده يعني، شغل حبيب خلصتوها العدلي. يعني؟ خلصتها ايه؟ وانا هو اصلا في قضيه؟ هو في فلوس؟ هو في حد خد حاجه؟ الله اعلم، انا شعرت. هو في حد ماضي على ورقه؟ ده شغل حبيب العدلي. طب وكان في قرار بمنعك من السفر اعتقد؟ لا ده كان غلط واتشال في ساعتها. واتعمل فيا نمره بلدي برضو من حبيب. رفع شوف انا الحصانة، بدافع كان في عنه اهو، رفع الحصانة بقول وكده. ياخد حقه. لا، رفع الحصانه دي من مساوئ الدكتور فتحي سرور. عشان ينادي على اعضاء مجلس الشعب 3 مرات ومحدش يوافق، وفي الاخر يقول لك اغلبيه افتراضيه. ده من الحاجات اللي انا بعيب عليه، زي ما بعيب عليه ان هو برضو ما رفعش الحصانه عن احمد عز ويقول لك اصل انا مش عارف. ده انت رافعها عليا وانت لابس البيجامه وقاعد في السرير. رافعها عليا وكان يوم عطله رسميه. ما فكرتش يا راجل انك في عطله رسميه وبعدين تيجي لاحمد عز. بس طبعا هو بالنسبه له احمد عز في الاونه الاخيره كان هو يعني فتى الشاشه.
بس خلاص لما شفت الانترفيو الاخراني، انا شفتك وانت بتعلق على العربيه، حسيت بايه؟ حسيت ان هو نفس احمد عز اللي انت تعرفه ولا تغير؟ لا اصل انا بالنسبه لي هو ده، انا يعني انا ما فيش حاجه شخصيه للعلم خالص. اطلاقا، على عكس، على عكس ده انتوا مساويين. عداء مريع اطلاقا بينكم. حاجه شخصيه ما فيش. وبعدين المهندس احمد عز راجل ذكي العلم، يعني عشان تبقى الناس فاهم بيفهم، وانا عمري ما اديته اشاره غلط. يعني ايام نقابه المحامين مش انا اللي خدت الاخ حمدي خليفه وعرفته بيه؟ قصدك ان مش حمدي كده؟ خليفه، ثواني بس اقف هنا في النقطه دي. قول. قصدي ان اللي سند، قصدك اللي سند حمدي خليفه في نقابه المحامين كان احمد عز؟ اللي سند، اللي نجح حمدي خليفه في نقابه المحامين حبيب العدلي، لانه اتفق مع الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين مش عاوزين سامع عاشور، وحبيب العدلي مش عاوز طلعت السادات. جابوا واحد مقبول من الطرفين. واضح؟ واضح. قبل اللقطه دي كان في مشروع تعديل قانون المحاماه. تمام. الاخ حمدي خليفه كان عامل مشروع قانون. اللي اترفض ده؟ لا ما اترفضش، لا لا هو قدمه، لكن الاخ سامع عاشور كان بيجري بقوه الدوله، بقوه الحزب الوطني. معايا حضرتك؟ معاك. فانا في الوضع ده، انا الاخ حمدي خليفه لما قال لي انا معايا قانون هو الاصلح للمحامين، خدته وقعدت انا وهو مع الدكتور فتحي سرور، خدته وقعدت مع الدكتور زكريا عزمي، خدته وقعدت مع احمد عز، حتى صوروني وانا خارج انا وهو واحمد عز. انا ماليش لا في الطور ولا في الطحين، انا كنت بخدم يعني كده. كنتوا بتتكلموا، كانت العلاقه بينكم ممكن تتكلموا مع وما بعض؟ زالت لدلوقتي. ولا كلمتوا طب بعد الازمه؟ لا، بس ما كلمتوش قبل الازمه عشان اكلمه بعد الازمه. يعني احنا مش كانت علاقتنا في اخلاق المجلس. الريف، يعني اخلاق. علاقتنا كانت في المجلس. علاقتنا في المجلس. كلمت مين من الناس اللي اتمنعوا من السفر، او الناس اللي يعني برضو اخلاق الريف يعني؟ الناس اللي اتمنعوا من السفر الناس كلها اللي انا جت ما اعرفش أساميها. الجماعه اللي هم اللي قاموا بالبلد دول، انا ما اعرفهمش، انا ماليش فيهم. ممكن تبقى محامي حبيب العدلي؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش. قضيه خسرانه؟ لا مش موضوع قضيه خسرانه، لا، لكن نفسيا انا ما اقدرش، لان انا شفته وهو بيظلم، فمش هصدق انه مظلوم. شفته. ايه اسوأ حاجه في رايك حصلت في السنين اللي فاتت، وكانت دي القشه التي قسمت ظهر البعير؟ حاجه يعني ايه، في الاولاد المتظاهرين مثلا، ولا في ايه، ولا في البلد؟ في البلد. لا البلد، شوفي بقى البلد. انا زي ما قلت لحضرتك، احنا بنتكلم عن بكره. المفروض التطهير ماشي، والتغيير لابد من حكومه غير الحكومه اللي موجوده دي. الحكومه دي ما تنفعش، مع احترامي وتقديري للفريق احمد شفيق، رجل مناسب في مكان مناسب في توقيت غير مناسب. لابد بعد التغيير الاصلاح، والاصلاح ده بقى تاخدي اصلاح دستوري، اصلاح قانوني، تاخدي اصلاح اقتصادي. انت فلستي، انت خلاص بكره ولا بعده هيجوا يخبطوا على البيت. الفلوس يا مدام اللي عليكم. انت مش مصدقاني؟ لا انا عارفه. كلنا هيتحجز علينا، الشعب ده هيتحجز عليه، والناس لازم تشتغل زياده. ما هو المشكله بقى ان الناس النهارده، انا شايف واحد موظف زميلي بيرقع كل شهر 50,000 جنيه، وانا باخد 5000. يتعب الناس. باخد 1000 جنيه ومش مكفيني العيال، فعاوز زياده. مفيش واحد فكر في مصر ان احنا بدل ما نطبع ونشغل المطبعه، ان احنا نحاول ان احنا نرفع قيمه الجنيه. بدل كيلو اللحمه ما بيبقى ب 100 جنيه ما يبقى ب 10 جنيه يا ست، والماهيه هتقضي. ابو 600 جنيه لما يلاقي كيلو اللحمه ب 10 جنيه. ونرفع قيمه الجنيه ازاي يا ست نايم؟ دي عاوزه شغل بقى، وانا يعني اصل الموضوع غريب قوي. نرفع قيمه الجنيه، يعني احنا نزود فرص العمل، مفيش حاجه اسمها نرفع قيمه الجنيه. حمليني المسؤوليه وانا افرجك، وتعالي حاكميني في ميدان التحرير. عايز تبقى وزير ماليه يعني؟ انا وزير ماليه؟ ما رضاش طبعا. وزير ماليه ايه؟ ده انت باصص لفوق. انا باصص لفوق. اذا كنت مش عايز تبقى وزير ماليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. صدق الله العظيم. انت مش حافظه قران ولا ايه؟ الحمد لله. طب امال ايه؟ بس انا هنا مش في امتحان.
انا بشكرك ليلتك سعيده ومصر سعيده، إن شاء الله. وارجو أنت نزلت التحرير؟ تحرير بكيت. اول يوم نزلت بكيت. اول ما دخلت الميدان راح الاولاد شايليني وجاريين بيا. اللي شايلني ببص على ايده كده لقيت ده صليب هنا. ما فيش بينا فرق، لا. ده ودي الحقيقه. لا، هي الفكره اللي كانت معروفه لا لا لا، ان سيبك البابا منه. شنوده مطلع تعليمات ان المسيحيين ما ينزلوش. ما ينزلوش، وقال لك سيبهم يقطعوا بعض. ده الكلام اللي اتقال لي. لما الولد شايلني وبيجري بيا وبصيت لقيت الصليب قلت له الله. قال لي ده احنا هنا كتير. قال لي والنبي يقول عشان الناس تبقى عارفه. قلت له حاضر حبيبي بقول، بس بكيت وقلت يسقط حسني مبارك. قلت اسقط حسني. قلت. ده اول مره. تاني مره رحت، هم عباره عن كان كونسيشن كده، يعني مجموعات وكل مجموعه معاها ميكروفون. لقيت نفسي لفيت على المجموعات كلها. تعبت، قعدت على الارض. صحيح ده اللي حصل. بدات بقى ايه، يعني اخف من حكايه ايه ان انا انزل الف عشان اتكلم. هم عاوزين اتكلم لاولادي يعني، لان هم عارفين اللي جرالي، عارفين وعارفين اللي انا قلته. بقى كريم ابني بينزل. كريم ابني كان قاعد هناك في الميدان هو مع اصحابه. مريم بنتي بقى عامله ازاي؟ ماسكه العلم وعماله تجري في الصاله في البيت، رايح جاي عماله تجري، وتحيا مصر تحيا مصر. هي الثوره دي الحقيقه اعادت لنا احساس. حاجه جميله، حاجه جميله. انا حاجة بشكرك. جميلة. ده انا اللي متشكر. واهلا بيك. وان شاء الله نشوف البرنامج بتاعك في مفاجاه لشعب مصر. مع حبيب العدلي. سيبك من العالم اللي انت عماله تجيبيها هنا دي. لا 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 مع لا احترامي لا لا وتقديري، لا، هم كلهم احسن ناس منك. محترمين. يا ست احسن كلهم منك. ناس بس محترمين. قدمي للناس حاجه. ان شاء الله. وانت شايف ان قدمي انت ما بنقدمش لا، للناس حاجه؟ لا لسه. طب كويس. طب لا جيت ليه؟ لسه وجيت جاي ليه؟ عشان فكنا اقول مش لك شايفة ده؟ الكلمتين دول. ان انا ما بقدمش للناس يا حاجه. ستي انا بطلب منك انك تقدمي. انا شايف ان انت كويسه، عشان كده بقول لك اعملي حاجه. ان شاء الله. قدمي للناس حاجه ما نعرفهاش. ان شاء الله. احنا اولى، انت اولى انك تعملي حديث ما مع احنا احمد عز. هنستنى بقى. التلفزيون المصري اولى. ان شاء الله. وده حقك، وانت جريئه يعني وبتخشي في الناس يعني. ليلتك سعيده وليلتكم سعيده. ليلتك إن شاء زي الله. الفل. شكرا جزيلا. مشاغب مشاكس، لكن برضه نحب نسمعه. طلعت السادات. دمه خفيف. لا ده انت اللي تقوله، انا ما اقولوش. ايوه. أشكركم على هذه الحلقة. بنحب نعرض كل الآراء وكل شهادات الناس، من نتفق معاهم ومن نختلف معهم، ومش دايما بتفق مع طلعت السادات، لكن ده كان اكيد ضيف. طبعا. أشكركم، وهذه لميس الحديد. أحييكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله. شكرا جزيلا.